عشان انت دايما في بالي، جايبالك النهارده فيلم خيالي. تعال نشوف الاخت دي هتعمل ايه عشان تنقذ اخوها من حكم الاعدام. بس قبل ما نبدا الفيلم يا ريت تدعوا لاخواتنا ان ربنا ينصرهم. صلوا على النبي ويلا بينا. بيبدا الفيلم بساتيا وهي راجعه من المدرسه مع اخوها انكور. بتقول له قولي بس مين اللي ضربك وانا هجيب لك حقك تالت ومتلت، انت عارفني ما بستحملش عليك الهوا. بتفتح باب الشقه تتفاجئ بابوها واقف على سور البلكونه. على طول بتخبي اخوها في حضنها عشان ما يشوفش ابوهم وهو بينتحر. بعد انتحار ابوهم وقبلها وفاة امهم ما بيتبقاش لانكور غير ساتيا اخته، واللي بتعتبره ابنها مش اخوها. بتفوت السنين وبنشوف ساتيا بعد ما كبرت في بيت واحد من قرايبهم رباها هي واخوها، وفي المقابل اشتغلت مديرة اعماله وكانت بتهتم باي حاجة تخصه وتحل مشاكل الشغل ومشاكل البيت وشايلة كل حاجة. انكور بيقول لها ان مشروع البرمجة اللي هو شغال عليه جاهز وعاوز يعرضه على قريبهم اللي هو رباهم عشان يموله، لكنه مستني لما كبير صاحبه يرجع واللي في نفس الوقت يبقى ابن قريبهم ده. وبيبقى واضح ان ساتيا قلقانه من علاقه انكور الجامده بكبير لانه عيل فقدان وكل شويه يتفصل من جامعه شكل. بيرجع كبير من السفر وانكور بيقابله في فرحه وحب. كبير بيقول له انا كلمت ابويا على مشروعك فجهز كده عشان تشرح له كل حاجه وعاوزك ترفع راسي. ابو كبير بيوافق على المشروع وبيقول لهم انا هبعتكم لواحد صاحبي غاوي يستثمر في التكنولوجيا، وبيخلي ساتيا تحجز لهم طياره خاصه لبلد اسمها هانشي داو. والمفروض ان البلد دي موجوده بين ماليزيا وسنغافوره، لكن على ارض الواقع مفيش بلد اسمها كده، ده في الفيلم بس. المهم انكور بيودع ساتيا اللي بتبقى قلقانه عليه جدا لانه شخص خجول وما بيعرفش يتصرف. بيوصلوا وبيقابلوا المستثمر بيعرضوا عليه الفكره وبتعجبه جدا وبيوافق على تمويلها. بيروحوا يحتفلوا ويشربوا. كبير بيشتري مخدرات ويحطها في جيبه من غير ما انكور ياخد باله. وهم مروحين كبير بيبقى سايق بسرعه جنونيه، فالشرطه بتوقفهم عشان السرعه دي وبيتفتشوا. ساعتها الضابط بيطلع المخدرات من جيب كبير وبيتقبض عليهم. ابو كبير لما بيعرف بيكلم المحامي بتاعه اللي بيقول له البلد دي ما بتتسهلش في قضايا المخدرات خالص وعقوبتها الاعدام، فكل اللي اقدر اعمله ان انقذ واحد منهم. انكور بيكلم ساتيا اللي بتبقى منهاره جدا وقلقانه عليه، لكنها بتطمنه ان كله هيبقى تمام وهيرجع بالسلامه. ابو كبير بياخد التليفون منها وبيقول له ما تقلقش من حاجه، اسمع بس كلام المحامي. المحامي بيقعد مع كبير ويقول له اما الضباط يدخلوا لك تقول ان المخدرات دي مش بتاعتك، بتاعت انكور وهو خاف فحطها في جيبك، لا كده لا اما هتموت هنا. بعد كده بيروح يقعد مع انكور يقول له انت عارف ان كبير عنده سابقتين مخدرات في الهند، ولو عملوا له قضيه هنا هياخد اعدام، لكن انت سجلك نضيف فكبيرك شهرين وترجع ما تقلقش. وبيفضل يقول له ده كبير صاحبك مش معقول هتسيبه يموت هنا يعني، وما تقلقش على مستقبلك ومشروعك كله هيبقى متأمن. قدام الضغط ده انكور بيعترف على نفسه ان المخدرات اللي كانت معاه دي بتاعته وبيتاجر فيها، لكن بيتحكم عليه بالاعدام صعقا بالكهرباء خلال 3 شهور. انكور لما بيسمع كده بينهار ويفضل يصرخ انه بريء وما عملش حاجه، لكن خلاص فات الاوان. ساتيا لما بتعرف بتقول الموظفه دي تخلي ابو كبير يبعت لها 20 مليون روبيا ويحجز لها طياره خاصه عشان تسافر لاخوها تشوف هتعمل ايه في المصيبه دي. بيترحل انكور لسجن موجود في جزيره في وسط الميه، وده سجن تامينه عالي جدا وكل حاجه فيه الكترونيه. اما بيوصل السجن بيلاقي الضابط لاندا بيفهم هندي لانه اصوله هنديه. بيحاول يتكلم معاه انه بريء وما عملش حاجه، لكن لاندا مش بيديله فرصه وبيتعامل معاه بعنف. بيستلم حاجته وقميصه الموف اللي بيبقى زي البدله الحمراء عندنا، ومعاهم كتاب فيه قواعد السجن اللي هيمشي عليها لحد تنفيذ حكم الاعدام فيه. ساتيا بتوصل ومن المطار بتطلع جري على السجن عشان تقابل انكور، وهي يا عيني محتاسه ومش عارفه تروح فين ولا تيجي منين وبتبقى متوتره جدا. بتقابل انكور اللي بيبقى في حاله صعبه قوي ومنهار، لكنها بتطمنه انها مش هتسيبه وهتعمل المستحيل عشان تخرجه من هنا مهما حصل. وبتبدا تلف ساتيا على محاميين البلد كعب داير على امل حد يوافق يمسك القضيه دي، لكنهم بيقولوا نفس الكلام ان قضايا المخدرات هنا وخصوصا لو المتهم مش من اهل البلد عقوبتها الاعدام وما فيهاش تخفيف حتى. وكل اللي يقدر المحامي يعمله انه بس ياخر تنفيذ الحكم عن طريق انه يستأنف على الحكم كذا مره. المساجين بيبقوا بيلعبوا، واحد منهم اسمه ريان بيتكلم مع انكور لكنه ما بيردش، فريان بيتغاظ بقى ان انكور بينفض له وبيبقى عاوز يمسك في خناقه. بيشوفهم لاندا وبيقول للحرس ياخدوا ريان يجلدوه 10 جلدات، لكن قبل ما ياخدوه انكور بيقول للاندا ان دي مش القواعد، الكتاب بيقول ان يتلفت نظره الاول 3 مرات، لو ما استجابش يبقى يتجلد. بس بيقول الكلام ده وهو مرعوب جدا من لاندا، فلاندا بيحس ان انكور علم عليه وسط المساجين وبيقول للحرس يسيبوا ريان. ريان بيشكر انكور وبيقول له جميلك ده في رقبتي. ساتيا بتأجر شقه بتبص على السجن بالظبط. الراجل بيقول لها ان الشقه دي رخيصه لان في واحد انتحر فيها. قالت له من الناحيه دي ما تقلقش خالص، انا متعوده على الشقق دي. بتزور انكور وتطمنه انها استأنفت على الحكم وتأجل لمده 4 شهور. قال لها ما هو مصيبه ان ده نفس الكلام اللي سمعته جوه، ان كل اللي هتقدري تعمليه هو التأجيل، انتي ما تعرفيش بيحصل لي ايه جوه. لاندا الجاحد بيخلينا ننظف
ننضف كرسي الاعدام بنفسنا بعد كل عملية اعدام، انا كده خلاص انتهيت. بالليل ساتيا بتشوف من بلكونة بيتها مصابيح طايرة قدام السجن، فبتروح تشوف ايه ده، وبتتعرف هناك على بهاتيا وبيقول لها ده تقليد عشان السجناء ما يفقدوش الامل، وبتعرف ان ابنه هو كمان محكوم عليه بالاعدام، وبيقول لها حاولي تيجي بكره جلسة الاستشارة النفسية اللي الحكومة بتوفرها لاهل المساجين اللي محكوم عليهم بالاعدام، صدقيني هتستفادي كتير قوي، ولو ما استفدتيش اشربي شاي وبسكوت ببلاش. لما بتروح الجلسة بتلاقي الراجل ده عمال يهري في كلام مش على هواها، فبتقول لبهاتيا انها هتمشي، بس قبل ما تمشي في شوية عيال بلطجية بيدخلوا المكان يكسروا الكراسي ويقولوا لهم يطلعوا بره. كل الموجودين بيترعبوا ويتحركوا عشان يمشوا الا ساتيا بتقعد مكانها وما بترضاش تتحرك ابدا. واحد من البلطجية بيرفع عليها مطوة عشان تمشي، لكن ساتيا ما بتتحركش من مكانها، بتقفل المطوة على ايده وتخليه يصوت زي العيال اللي معاه بيحاولوا يتهجموا عليها، بس بهاتيا بيطلع سلاح يهددهم بيه فبيطلعوا يجروا. بيقول لها انا كنت زعيم عصابة زمان، لو قابلتك في عزي كنت ضمتك لعصابتي، بس انا تبت خلاص. بتروح هي وبهاتيا يشربوا في بار، وبيحكي لها عن ابنه توني اللي عنده صرع وبرضه متلفق له قضية مخدرات، وهي كمان بتحكي له عن انقور اخوها وظروف حبسه، فبيعرض عليها انهم يهربوهم من السجن، وطبعا بتوافق وترحب بالفكرة. بيسمعهم موتو اللي كان معاهم في الجلسة بيقول لها ولا هتعرفي تعملي حاجة، السجن ده صعب اختراقه، اسأليني انا ضابط شرطة متقاعد وعارف انا بقول ايه كويس، انا ياما سجنت ناس في السجن ده. فساتيا بتعرض عليه يساعدهم ويديلهم مخطط السجن بما انه كان ضابط، بس هو بيقوم وبيقول لبهاتيا روح نام وفكك من العبيطة دي عشان هتغرقك. ساتيا بتقول لبهاتيا لا بقى ده احنا نراقبه ونعرف حكايته. بيراقبوه ويعرفوا حكايته فعلا انه مولود في الهند وجه البلد دي وهو صغير، عاش فيها وخد الجنسية واشتغل ضابط، وفي يوم حبس شاب هندي بس اكتشف بعد كده انه بريء، حاول ينقذه بس الواد خد اعدام، فاستقال من الخدمة وبقى كل شغله انه يحاول ينقذ الولد ده، مع انه كل زمايله قالوا له ما يسيبش الشغل وان كلنا بنغلط، بس هو ضميره كان عمال يأنبه وهو مستأنف للواد ومستني الجلسة. ساتيا بتروح تتكلم معاه وتحاول تقنعه يساعدهم ينفذوا خطة الهروب، بس هو بيرفض وبيقول لها تمشي قانوني احسن، ولو اخوها بريء هيطلع، ولو حاولت تفتح معاه الموضوع ده تاني هيبلغ عنها. قالت له يبقى هقتلك، وبتحاول تدخل معاه في خناقه وتضربه، بس هو بيوقفها عند حدها وبيقول لها انه مش بلطجي شوارع وبيسيبها ويمشي، لكنها بتجيبه من قفاه وبتقول له احنا نتقاتل ولو كسبتك تبقى معايا. ساتيا في الاول بتبقى مسيطره على الوضع وبتعرف تخبطه كام خبطه كده، لكن هو طبعا متدرب كويس، بيفوق لها ويسفلتها يلحسها التراب. وقبل ما يمشي المحامي بتاعه يبعت له رساله ان الاستئناف اترفض، فساتيا بتفاجئه وتهجم عليه وتخنقه جامد لحد ما يغيب عن الوعي، لكنها بتفوقه وتعزمه على حاجه ساقعه، وساعتها بيوافق يبقى معاها في الخطه لان مفيش حل تاني. بيبقى فاضل اوقات مختلفه على اعدام المساجين الثلاثه، وبيبداوا يحطوا الخطه. موتو بيجيب لهم مخطط السجن واي رسومات للمدينه ممكن تساعدهم عشان الخطه تمشي، والخطه هتبدا من مطبخ السجن. الشباب هيفتعلوا حريقه ويقفلوا المطبخ على نفسهم من جوه، بعد كده هيهربوا من صرف المطبخ اللي هيوصلهم للمجاري الحديثه، هيكونوا هم عملوا نفق يوصل المجاري الحديثه دي لمجاري الصرف القديمه اللي هتخرجهم في شارع معين، وهيتحركوا منه على رصيف المراكب، وهناك هنبقى مستنيينهم بمركب هنهرب منهم من مضيق جهور اللي متقسم بين هانشيداو وماليزيا وسنغافوره. وبمجرد ما هيعدوا الحدود هيبقوا في الميه الماليزيه، وساعتها الشرطه مش هتقدر تطاردهم. وعشان يتجنبوا ان البحريه الماليزيه تطاردهم، موتو بيكلم واحد صاحبه يعرفه في البحريه الماليزيه وبيحكي له كل حاجه بصراحه عشان يساعدهم، وبيقول له انه هيعملوا نفسهم دكاتره دوليين في منظمه اطباء بلا حدود وهيضربوا باسبورات بالكلام ده، بس قبل كل ده لازم الثلاث شباب يشتغلوا في المطبخ الاول. بعد كده بهاتيا هيشرح الخطه دي لتوني ابنه وهو هيعرفها للباقيين. ساتيا بتزور انقورة عشان تطمنه انه هيخرج، والعد التنازلي بدأ. قال لها هو فعلا بدأ. ساعتها ساتيا بتحس انه مخبي عليها حاجه ومتغير، بس هو بيقول لها مفيش حاجه وكله تمام، وبيخبي عليها اللي حصل له من 25 يوم، واللي حصل ان لاندا جابه من زنزانته وسأله هو ليه عمل خطاف اضافي. انكور قال له ده بس عشان اعلق عليه اللبس المبلول بعيد عن اللبس الناشف. لاندا قال له انت شكلك مش قاري كويس على فكره، انت كده خالفت القواعد اللي في الكتاب، وعقوبه اللي حصل ده 10 جلدات وكمان 5 جلدات مملحين، وانا اخترت لك واحد من المساجين هو اللي هيجلدك بنفسه. وبيطلع انه اختار ريان، وبيقول له ان ال 15 جلده دول لازم يكونوا بنفس الشده، يا اما هيتجلد هو مكانه وهيجيب حد تالت يجلدهم سوا. ساعتها ريان بيضطر يجلد انكور عشان يخلصوا من المجنون ده، وانكور بيبقى بيتألم وبيصرخ جامد خصوصا وقت الجلدات المملحه، وريان بيبقى بيتقطع لانه مش عارف يعمل له حاجه. بيخلص ويرجعوا زنزانته، بعد كده يشيلوا انكور ويرموه في زنزانته. تاني يوم ريان بيقول لانكور انه مش ناسيله اللي عمله معاه وعشان كده هيهربوا من السجن، وبيقول له انا وماسيو وشندان بنتطوع كتير قوي في الجناح الطبي، وتوني بيدخل كتير لان بيجيله نوبات صرع، واما حد فينا بيبقى متطوع بنحفر بالليل في الحمام القديم اللي في الجناح الطبي، محدش بيدخله وكله فاكره
فاكره مسكون، وبقالنا سنتين بنعمل في النفق ده وتقريبا خلصان، والنفق ده هيوصلنا للمجاري القديمة ومنها للشارع، وانا هتكلم مع ضابط السجن عشان ينقلك معانا. وهم راجعين اوضهم انكور بيسلم على ماتيو. تاني يوم الصبح لاندا بينفذ حكم الاعدام في ماتيو، بعد كده بيبعت لانكور وريان وتوني وشاندان عشان يديهم اخر صورة صورها ماتيو قبل الاعدام، لان هو ده التقليد. والمجنون ده بيديهم الصورة عشان يقول لهم ان هو ده كمان اللي هيحصل لكم قريب قوي. بيتصدموا من الخبر لان ماتيو ما قالهمش اي حاجة، وريان بيقول لهم اكيد كان قلقان علينا، لان لو كنا عرفنا كنا هنسرع الخطة وده كان هيبقى خطر علينا كلنا والخطة هتفشل. لكن ما تقلقوش، الخطة هتتنفذ بعد 15 يوم. في نفس الوقت موتو وبهاتيا وساتيا بيختاروا مع تنفيذ الخطة، اللي بالمناسبة نفس الميعاد اللي المساجين مختارينه، لان ده يوم عيد واغلبية الضباط بيبقوا واخدين اجازة. بينزل التعيين الجديد لمهام المساجين، وبيبقى ريان بس اللي في الجناح الطبي، وانكور وشاندان وتوني بيتنقلوا المطبخ، وده لان موتو ظبط مع الضابط اللي بيوزع التعيين جوه السجن. والمساجين بيتصدموا لان ده كده عكس خطتهم. بهاتيا بيكتب الخطة لابنه باستخدام شفرة معينة وبيدخلوها السجن مستخبية في الخضار، والضابط اللي متفقين معاه بياخدها يحطها لتوني في السندوتش اللي هيدخله في الوجبة. تاني يوم بيروح زيارة لتوني عشان يتأكد ان الشفرة وصلت له وكله تمام، لكنه بيتفاجئ ان الزيارة اتلغت لان توني تعب واتنقل لمستشفى السجن، وبيتصدم لما بيعرف لان كده الخطة خلاص هتبوظ ومش هتتنفذ. واللي حصل من يومين ان ريان اداهم كبسولات منظف يخلطوها بالاكل بتاعهم وياكلوه، ساعتها هيتعبوا شوية وينقلوهم للجناح الطبي وهناك هينفذوا الخطة. طبعا بسبب كده توني كل السندوتش من غير ما ياخد باله من الرسالة اللي فيه، وبعد ساعة تعبوا جامد واتنقلوا على الجناح الطبي، عملوا لهم اللازم وانقذوهم. موتو بيعرف باللي حصل من الضابط اللي جوه السجن، وبتبوظ الخطة فعلا اللي كانوا عاوزين ينفذوها. لكن يوم العيد الشرطية دي بتعرض على زميلها يدخنوا سجارة، وبيبقى ده الوقت المناسب عشان الشباب يروحوا للحمام القديم ومن هناك يهربوا من النفق. وبتطلع الشرطية دي على علاقة بريان، وهي اللي سهت زميلها عشان تسهل هروب الشباب. في الوقت ده لاندا بيكتشف ان اسماء المساجين الثلاثة موجود في قائمتين، فبيروح عشان يتأكد انهم في الجناح الطبي، ما بيلاقيهمش وبيكتشف انهم هربوا، فبيتفعل وضع الطوارئ وبيتبعت صور الأربعة لكل الضباط حتى اللي في أجازة بيستدعوهم حالا. يا دوبك أول ما الأربعة بيخرجوا للشارع الشرطة بتوصل وتقبض عليهم. ريان بيحط سلاح على راس ضابط عشان يسيبوهم، بس لاندا بيديله طلقة في نص دماغه ويخلص عليه. تاني يوم الصبح بيتبعت رسالة لساتيا ان حكم الإعدام هيتنفذ في أخوها ومع شاندان وتوني خلال يومين، وتعالوا عشان تستلموا صورهم الأخيرة. وهم قاعدين مع لاندا عشان يستلموا الصور، الثلاث شباب بيعدوا من وراهم لكنهم مش بيشوفوهم. بالليل وهم بيتكلموا ساتيا بترفض الاستسلام تماما وبتقول خطة بديلة ان ده سجن الكتروني، يعني لو الكهرباء قطعت اللي قفلوا البيبان هيبقوا مفتوحين. موتو بيقول لها ان السجن ده عنده مولدات احتياطية بتتزود كل يوم، قالت له خلاص نقطع الكهرباء ونبوظ المولدات ونهربهم. موتو بيرفض الخطة المجنونة دي لان كده معناه ان في 6000 سجين هيهربوا، لكن ساتيا ما بيفرقش معاها الكلام ده، وبيبقى كل مسيطر عليها حاجة واحدة بس، انها تنقذ اخوها حتى لو البلد هتولع. وبتقوله لو مش عاوز تبقى معانا مش هجبرك، لكن لو فكرت تمنعني مش هرحمك. بهاتيا بيبيع الذهب اللي لابسه لانهم بيبقوا مفلسين من ترتيبات الخطة اللي فاتت. بيبعت لافراد عصابته انه محتاجهم وبيشتروا السلاح اللي هيحتاجوه ويظبط عربية عشان يهربوا فيها، وبيحطوا خطة ما تخرش المية. وساتيا بتستعد للتنفيذ بكامل طاقتها. اولا بيخطفوا عيلة موظف في شركة الكهرباء عشان يجبروه يسمع كلامهم. تاني حاجة بيدبروا حادثة قدام عربيات البنزين اللي رايحة تزود مولدات السجن، فلما السواقين بينزلوا يطمنوا على الناس اللي العربية مقلوبة بيهم رجالة بهاتيا بيحطوا مواد في خزانات البنزين عشان تبوظوا ويخلعوا. وساتيا بتبقى من ضمن الناس اللي العربية مقلوبة بيهم، بتخلص وتاخد الموتوسيكل بتاعها عشان تكمل باقي الخطة، لكنها بتلاقي موتو جاي وراها وبيقول لها انه هيبلغ عنها. بيتصل بضابط صاحبه وقبل ما يقول حاجة ساتيا بتدوس بنزين تطيره هو والموتوسيكل في وسط الغابة. اما بيقوم ساتيا بتفضل تضرب فيه عشان يرجع عن اللي في دماغه، وبيبقى كل اللي فارق لها انها تنقذ اخوها مهما حصل. مع ذلك موتو ما بيرضاش يتغاب عليها في الضرب، بس هي ما بتسكتش وبتلف دراعها حوالين رقبته عشان تخنقه. بيفلت منها ويضربها بالرجل، بتقوم جاريه عليه وتزقه من فوق الجبل اللي هم عليه، هي بتقع على شجرة وهو بيقع خلصان خالص. بتبقى متبهدلة جامد، فبتطلع على بيت بهاتيا عشان تعالج جروحها وتنام شوية قبل تنفيذ الجزء الأخير من الخطة. بالليل بياخدوا المساجين الثلاثة لأوضة الإعدام عشان تنفيذ الحكم، وبيفتحوا بوابة في السقف بيسموها بوابة الروح، في اعتقاد عندهم إن الروح بتعدي منها للسماء. في الوقت ده الموظف اللي قاطفين أهله بيقطع الكهرباء على المدينة كلها، بس بيفضل السجن شغال بالمولدات. بيبقوا قعدوا أنكور على كرسي الإعدام وبيجهزوه، وهو يا عيني بيبقى منهار وميت في جلده من الرعب. ساتيا بتلاحظ إن لسه المولدات ما فصلتش، فبتتحرك عربيات الأنابيب اللي معاهم في اتجاه المولد. الحرس بيضربوا نار على العربيات عشان يمنعوها لكن بيفشلوا، والمولدات بتنفجر
بتطير وبتقطع الكهرباء عن السجن قبل الإعدام بثواني، فبيقفلوا باب الروح بسرعة وبيبدأ كل المساجين يخرجوا من الزنازين ويحاولوا يهربوا، والدنيا بتبقى فوضى على الآخر ومش عارفين يسيطروا عليهم. أما لاندا فما بيبقاش فارق مع كل النداءات اللي عمالة تجيله على لاسلكي، وبيدخن سيجارة عشان بعد كده يضرب نار على التلاتة. ساتيا بتوصل بعربيتها عند بوابة السجن وبتقول شعارات بتخلي كل المساجين يكسروا البيبان ويشتبكوا مع الشرطة ويدوروا الضرب في بعض، والوضع بيبقى في الشلاحات خالص. في الوقت ده شاندان وتوني بيفكوا أنكور من على كرسي الإعدام، وبتبدأ معركة بينهم وبين لاندا، وبيبقى مدور فيهم الضرب وهم مش قادرين عليه. الضربة اللي بيدوها له بيردها لهم أقسى وأشد، ما هو بيبقى معبي منهم جامد. ساتيا بتعلق خطاف وتطلع على سطح السجن، لأن حسب الخطة إنها هتدخل من بوابة الروح، لكن للأسف بتلاقيها مقفولة، فبتكسر السقف الإزاز وتدخل السجن من وسط الضرب والمعمعة. بيبقى الشباب بيحاولوا يفتحوا بوابة الروح عشان يهربوا، وفعلا بيتغلبوا على لاندا ويهربوا من البوابة، بس لاندا مش سهل برضه، بيطاردهم على سقف السجن ويكمل طحن فيهم. الغل بيبقى متمكن منه، وكل اللي شايفه ان التلاتة دول مرمغوا سمعته العملية في الطين لما فكروا يهربوا من السجن، فبيخنقهم ويحاول يخلص عليهم هما التلاتة. بتبقى ساتيا بتحاول تطلع من المورستان والمعمعة اللي دخلت فيها دي، فبتضرب نار على طفايات الحريق عشان تعمل غبار جامد والدنيا تهدى شوية، وكمان بتضرب غاز مسيل للدموع. وقبل ما لاندا يخلص على الشباب ساتيا بترزعه قنبلة مسيلة في قفاه تكومه على الأرض. بتاخد أخوها في حضنها ويهربوا بسرعة وسط مطاردات الشرطة ليهم والطلق اللي زي الرز. بيوصلوا للسجن من جوه وبيروحوا عند باب معين، بهاتيا بيقتحم الباب ده بالعربية وياخدهم بسرعة، وطبعا الشرطة بتبقى لسه بتطاردهم وضرب النار لسه مخلص، لكنهم بيبقوا موطيين عشان مفيش حاجة تيجي فيهم. ساتيا بتاخد بالها ان بهاتيا اتصاب بطلقة، لكنه بيتحمل على نفسه ويكمل سواقه ويتفادى عربيات الشرطة اللي بتطاردهم. بيقول لساتيا اما يوصلوا على الرصيف انا هشتت الشرطة عشان تعرفوا تهربوا، وبيودع توني ابنه اللي بينهار لما بيشوفوا كده. بيهربوا من العربية ويسيبوه يتعامل مع عربيات الشرطة اللي كانت بتطاردهم. بيغسلوا جسمهم كويس من الجروح ويلبسوا لبس الدكاترة الدوليين ويتحركوا في عربية الشرطة اللي كانوا مجهزينها. بيركبوا المركب وينطلقوا في البحر. ساتيا بتحاول تبعت نداء استغاثة للبحرية الماليزية تعرفهم انهم اطباء دوليين، وقبل ما الرد يجيلها لاندا ابن الهرمة بيطلع لسه عايش ويضرب عليهم نار يبوظ اجهزة الارسال. بيقول لقبطان المركب يقرب منهم عشان يشوفهم هما بيموتوا قدامه. القبطان بيحذروا ان كده هيدخلوا المية الماليزية، لكن هو بيفرقش معاه. ساتيا بتترعب على انكور وبتخبيه ورا ظهرها زي ما كانت بتعمل زمان عشان تحميه من اي خطر، وطبعا الجو الاسري ده ما بيفرقش مع لاندا وبيستعد عشان يصفيها معاهم. بس مرة واحدة البحرية الماليزية بتوصل وتضرب نار على لاندا تصفيه، وبتأمر الباقي يرجع بدل ما يحصلوه، وبيأمنوا مركب ساتيا لانهم بيبقوا سمعوا نداء الاستغاثة. وبتنجح ساتيا انها تنقذ اخوها من الاعدام ظلم، وبتحضنه هما الاتنين في منتهى السعادة من الرحلة الصعبة دي، وبتاخده هو وتوني وشاندان وترجع بيتهم القديم اللي كانوا عايشين فيه مع اهلهم زمان. وانكور بيبقى فخور بيها وباللي عملته عشانه من يوم انتحار ابوهم لحد اللحظة دي. وفي النهاية لو عجبك الفيلم دوس لايك ومتنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان توصلك الملخصات الجديدة، ولو في فيلم معين عاوزنا نلخصه متنساش تكتبوا لنا تحت في الكومنت.